ظابطة هيك؟ هلا والله بالعيال. واو، شايفين قد ايه السعودية مأثرة علي؟ هاي جايز، أنا اسمي ليلى. إذا مش عارفين يعني مش عاملين اشتراك على القناة، شو عم تعملوا بالحياة؟ سبسكرايب. هيك حنبلش ليلى؟ اوكي، قبل ما نبلش 3 اشياء. أول شيء الاي سي مدور ومستحيل طفيه لأن كتير شو إذا بتسمعوا صوت هيدا من الاي سي. تاني شيء اخترنا الهاشتاج للقناة، انتو اخترتوه. اكتر هاشتاج اللي شفته بالكومنتس كان هاشتاج فريق ليلى، هذا حيكون الهاشتاج للقناة. يس، عم نتطور جايز. تالت شيء قبل ما نبلش بالاسئلة هو ما بعرف. كنت عم فكر كيف بدي اخذ رايكم قبل ما انا اخذ شي قرار للقناة. قررت اعمل سناب شات تاني. بهيدا سناب شات حخلي الشاتس مفتوحين انه فيكم تحكوني وانا رد عليكم، فضيفوني على هيدا سناب شات وباخد كل اجوبتكم من الشاتس على سناب شات. اوكي جود كول، بنبلش. يس اوكي. already تعبت، رجعت. واو. قصة حياتي. اوكي قلت لكم على انستغرام تسألوني اي سؤال اللي بدكم ياني جاوب عليه. وصلنا 368 كومنتس. او ماي جاد. اوكي يلا نبلش. تعرفوا بالمدرسة لما يكون عندكم امتحان وما تعرفوا قد ايه في ماتيريال تدرسوها وتشوفوا الكتب تبلشوا تشوفوا عن جد قد ايه بدكم تدرسوا؟ هيدا احساسي هلا. او دوت البار يسأل ايش مواصفات رجل رجل احلامك؟ اول شي يكون كتير 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 بيضحك. يعني اذا حدا بيضحك، اذا عنده هيدي السنس اوف هيومر اللي انا عندي اياها، يعني خلصت. كمان بحب يكون شخصيته قوية وكتير عنده confidence، يعني ثقة بالنفس. كمان قد ما يكون قوي ما يكون like cute، اكيد اقدر اوثق فيه ويكون like عن جد بيهتم فيه. والشكل يكون طويل لان انا كتير قصيرة، بحب انه اطلع هيك فيه. It's Dora asks fave YouTubers. دايما عم بحضر حدا جديد، وهلا معلقة على واحد اسمه سوزي. I love him, hilarious. كتير بيضحك. رياض 1011 يسأل كم عمرك؟ أنا عمري 22 بس حيطبق ال 23 بعد شهرين. إذا ما بجاوب على كذا سؤال هون بيكونوا بحلقة أجوبة وأسئلة اللي عملتها من كم شهر، ححط لكم اللينك. يونا _ خ بتسأل قد ايه طولك؟ أنا طولي 159 سنتيمتر، يعني قصيرة جدا. أنا مش مصرية على فكرة، بس إنه بحب اللهجة. des.sarita تسأل شو السبب اللي خلاكي تبدأي تسوي مقاطع على اليوتيوب ومين شجعك؟ اوكي تخبركن ليش بلشت اليوتيوب. حكي عن الموضوع من قبل، بس أنا لما كان عمري 12 وطالع كنت حس إنه ما بحب جسمي. لما صار عمري شي 18 19 مريت بفترة لما آكل شي وحس إنه هيدا حينصحني، كنت روح واستفرغ بالحمام. كنت حس إنه إذا أنا جسمي ما كان شكله حلو أنا مش حلوة. مريت بسنين كتير كنت قاسية حالي. ما بعرف ليه عم ببكي. كتير كنت قاسية على حالي. لما انصح شوي كتير كنت اكره حالي. كتير كنت حس انه ما عندي قيمة، وكنت عم جرب اعرف كيف بدي زبط جسمي بلا ما اعيش هيك وحس هيك. كانوا يمرقوا ايام كتير ما اكل فيها حتى. وهلأ لما أفكر بهيدي الأشياء بزعل كتير، لأن مش ضروري أبداً حدا يمر بهيك فترة. مرقت بسنين وتعلمت كتير عن الفتنس والدايت. وصلت لمرحلة صرت أعرف أشياء بتمنى إنه
كنت أعرفها من قبل. فقررت أعمل فيديوز بالعربي بالذات لأن ما بلاقي شيء بالعربي عن هول المواضيع. بلشت أعمل فيديوز من شان الفتنس والهيلث، وعن جد خلي العالم تعرف هيدي الأشياء وما تمر باللي أنا مريت فيه. اوكي. سؤال تاني بليز. MI_رنا تسأل ليش ما يبين عليكي كل هالوزن؟ ببين انك نحيفة. بدنا تجاوبيني وتقولي اسمي كوثر. هاي كوثر. انا وزني 120 باوند مش كيلو. هيدا يعني I think شي 52 53 كيلو. العضل بيكون وزنه أكتر من الدهون، بيبين وزنك أكتر بس على الحقيقة بتبيني أنحف. كابتن_حسن، هل مررتي بقصة حب من قبل؟ صار عمري 23 أكيد يس حبيت شخص مرة بحياتي. كان عمري 18، كنت بالجامعة، ضايلنا سنة ونص. هلا هو بيحضر الفيديو. حلو. ثانكس كابتن حسن. anyways اوكي لحظة حدوي الضوء. طلال كارلي بيسأل كيف تتعاملي مع الكومنتات السلبية؟ كل دعم طلال من الأردن. ثانك يو طلال. الكومنتس السلبية ما بتجي من حدا مبسوط بحاله أو مبسوط بحياته. إذا حدا عم يعمل كومنتس مش حلوة أو بده يأذي العالم، هيدا الشخص بيكون زعلان ومتضايق من جوا. ما كتير بعطي أهمية لهول الكومنتس، بس بتمنى إنه هيدا الشخص يصير مبسوط بحياته. change your body بيسأل شو يعني تيارة. اوكي ما في حدا ما علق على كلمة تيارة بالفيديو الماضي. اللغة الأولى مش عربي، اللغة الأولى إنجليزي. أحياناً بغلبت باللفظ. روق علي شوي. روق علي شوي مشيني على عم جرب. زين_K تسأل ما هو ترتيبك بالعائلة؟ أنا أكبر وحدة. أنا الكبيرة، عندي خي عمره 21 سنة بدي أقول وواحد تعرفوا على ماي فيديوز عمره صار 7. يكبروا بسرعة. تعرفوا الأكبر شي بالعائلة بيكون أذكى شي، أحلى شي. عم بمزح. فاطمة_أرخ_بي تسأل what's your wish now؟ شو أمنيتك هلا؟ بس بدي أكون سعيدة بالحياة. ليلاف.حسن تسأل ليش ما بتسوي فيديوهات عن الألبسة وهيك شغلات؟ انت ذوقك كتير حلو باللبس. ثانكس. أنا مثل ما قلت بحب اخلي هيدي القناة عن الفتنس وعن حياتي، بس بدي يصير حط فيديوز شوي غير، يعني collaborations challenges هيك اشياء تكون fun على القناة. بنشوف، ما بتعرفي يمكن قريبا يصير حط هيك اشياء. جوهرة asks عندي سؤال، عادي اسوي ريجيم التمر واللبن؟ شايفين وجهي هلا؟ لا. مش عادي ابدا. اذا بس بدك تاكلي لبن وتمر وين البروتين؟ بدي اعمل هيك ريجيم اللي فيه حرمان. اي ريجيم بيعطيكم حل هيك حتخسروا 10 كيلو بشهر او باسبوعين، يعني غلط. لاقوا هيدا الريجيم او النظام اللي بيساعدكم على اللونج تيرم وتخسروا وزن شوي شوي، بس ما بترجعوا تزيدوا وزن بعد ما تخلصوا الدايت. نورة بسوني تسأل ايه رأيك في تمارين زومبا؟ بكرهها. لا بس عن جد ما بحبها، كلها كارديو. في كتير عالم بيحبوها بس انا personally ما بحبها. princess_Sarah_10 تسأل ايش احسن تمرين بالنسبة لك ومتى اتمرن؟ انا دايما بنصح العالم ترفع اثقال، بس regarding متى اتمرن ما بتفرق ابدا. ما في شي وقت معين بيكون احسن وقت تتمرنوا فيه تحصلوا على نتائج ابدا. تمرنوا بالوقت اللي انتم بتحبوا تتمرنوا فيه. سارة N_2012 تسأل شو سر صفاء بشرتك ما شاء الله؟ ثانكس. عم فكر اعمل فيديو عن هيدا الموضوع، اذا بدكم تشوفوا هيك فيديو اعملوا لايك على هيدا الفيديو تعرف واعمل هيك فيديو. صفا.العيساي، سوري اذا قلت اسمك غلط.
من دعمك لفتح القناة. أول شي هاي صفا بشوف إنه دايما بتعمل كومنت على ماي channel وعلى الانستغرام so thank you so much. بنتبه لهالشي يعني إذا دايما بشوف اسمكن بعرف إنه you're the real OG. ما حدا عن جد دعمني على القناة، بالعكس كتير عالم قالوا لي ما تعملي هالشي هبل حتوصلي لمحل. اللي عن جد دعموني بنت عمي وبنت خالتي جاني وليليان و I love them for it. جنسية أمي وأبوي اثنيناتهم لبنانية بس مجنسين على كندا، ومنشان هيك أنا ربيانة بكندا نص حياتي so بعرف أتكلم إنجليزي منيح. نينو يونس، شو هي أحسن تمارين البطن؟ عندي فيديو في بقلبه تمارين للبطن بس هيدا الشيء ما حيخليكم تكون عندكم 6 باكس. إذا بدكم يكون عندكم 6 باكس لازم تمرنوا عضلات المعدة، ترفعوا أثقال ثقيلة، ويكون نسبة الدهون بجسمكم كتير قليلة تيبينوا هول العضل. هيدي شغلة بتمنى كنت أعرفها لما كنت أعمل مليون تمرين المعدة ولا شيء يصير. so معلومة. نايف هاشم، what's your favorite TV show and series؟ يعني شو المسلسل المفضل عندي؟ عندي كتير بس البرنامج اللي دايما فيني احضره ودايما حيكون number 1 عندي هو The Office. I love it. The Office and Friends بس The Office I love it. عبد المالك _24 if Layla could live in a different country where would it be؟ يعني إذا فيني أعيش ببلد تاني وين بتكون؟ عم فكر انقل على دبي. I don't know. حدا عايش بدبي وبينصحني انقل على دبي. بحس دبي is the perfect balance بين أمريكا وكندا والخليج. شادي ياسف 311 what's your goal for 2016؟ شو هدفي ب 2016؟ honestly كتير حابة وصل لل 100,000 سبسكرايبر. دانيا جردات، انتي صابغة شعرك؟ نو مش صابغة شعرك، كنت اصبغه واعمل له هايلايتس وهيك بس لا هيدا اللون الطبيعي. رنيم فل 7 تسأل حابة أعرف إيش البروتين شيكس يلي بتستخدميها. أنا بستعمل Optimum Nutrition Whey. R_عبيدي تسأل شو هو جدولك الرياضي؟ بليز احكي لنا عنه. أوكي هلا عم بعمل 5 أيام بالأسبوع وراحة يومين. بعمل علوي سفلي علوي سفلي علوي وبدل الأسبوع اللي بعده سفلي علوي سفلي علوي سفلي. ليلى كشلان، هاي ليلى كمان بعرف إنه دايما بتتابعني so love you. What is the personality trait you dislike about yourself? That is a deep question. عم تسأل شو شغلة بشخصيتك ما بتحبيها وبتشتغلي عليها تتحسنيها. بحس إنه صرنا بهيدي المرحلة نحن كلنا كفريق بقدر خبركن هيك اشياء عني. بحس ما بعرف اعبر عن شعوري او مشاعري، يعني اذا بحس شغله ما بعرف كيف اوصل فكره للشخص انه انا عم حس هيك. يعني عم بشتغل على هيدا الشيء and I hope you like that answer because it was hard for me to say. Tas_pal بتحبي تكوني بنت طويله ولا قصيره؟ انا كتير بحب أكون قصيرة honestly ما بعرف ليه الكل بيقول لي إنه أنت كتير قصيرة بس ما بعرف أنا كتير بحب هالشي يعني بحب أكون هيك cute. B75X كم جلستي وقت عشان تبني عضلاتك؟ أخذت معي شي سنة. تفكروا إنه سنة طويلة بس عن جد بيمرقوا الوقت هيك. A 1998 شو هالأسامي guys؟ شو برجك؟ أنا برج الميزان، أحلى برج بالعالم كل بيقول هيك عن برجه بس بعتقد هيدا أحلى البرج لأنه كتير easy going يعني كل شي سهل بالحياة. بحس طولنا بهالفيديو باخد بعد سؤال ولا سؤالين. last 2 إيش أكل بعد التمرين؟ في شي محدد ولا أي شي؟ توقيت الأكل ما كتير بيفرق، كله اللي بدكن إياه طالما بتناسب احتياجاتكم اليومية، بس إذا بتقدروا خلوا بروتين وكاربس كفاية بعد التمرين. It's H Mock تسأل ليش لازم أعمل تضخيم؟ ليش ما بيكفي التنشيف؟ التنشيف بيشيل الدهون من جسمكم وبيخلي العضل، بس إذا بدكم تعملوا مرحلة التنشيف بلا ما يكون في أساس ما حيتبين شي عضل، يعني حيكون في شوي بس
مش كتير. إذا بدكن يكون عندكن عضل لما تنشفوا لازم تمروا بهيدي مرحلة التضخيم اللي بتبنوا عضل فيها بعدين تنشفوا تتبينوا هيدا العضل. حمزة 2001 تتجوزيني؟ وهيدا كان آخر سؤال. ما تنسوا تعملوا لايك على الفيديو واشتراك بالقناة إذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة، الزر الأحمر تحت الفيديو، وبشوفكن بالفيديو الجاي. Peace.